بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وأصلي وأسلم على خير من هدى الناس رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، أهلا بكم ومرحبا، وأرحب بعنايتكم أجمل الترحيب في هذه القناة، قناة سلام الإعلامية المباركة. منها أنا أحمد شريف أحييكم في لقائي الأسبوعي معكم، وهذه خروجا عن المألوف الذي تابعتوه خلال 200 حلقة بحمده تعالى. اليوم هذه الحلقة 201، إطلالة مباركة نحمل من خلالها أخبار من عالمنا الإسلامي. هذا البرنامج سيأتيكم تحت عنوان أخبار العالم الإسلامي. سنرصد الأخبار السارة قدر الإمكان من عالمنا الإسلامي مرة في الشهر، وثلاث حلقات شهريا إن شاء الله ستأتيكم في برنامج مع اللغة العربية بحوله تعالى. اليوم أيها الأحباب الكرام، ربما لا نحتاج أن نبرر لماذا نهتم بعالمنا الإسلامي، حيث أمرنا الإسلام وإجابة قاطعة: إنما المؤمنون إخوة. ولأننا في قناة إعلامية برضو كذلك، وهي قناة مباركة، ينبغي أن نتابع الأخبار قدر المستطاع، خاصة ما يتعلق بعالمنا الإسلامي. فأرجو أيها الأحباب أن تفيدونا بآرائكم وملاحظاتكم ومقترحاتكم في هذا البرنامج. طبعا نحن سنجتهد قدر المستطاع أن نساعد الإخوة المخرجين والمنتجين والمشرفين والإداريين أن نلتزم خط القناة قدر الإمكان إن شاء الله، وسياستها التحريرية. وتمشيا مع تلك السياسة التحريرية، أنا سعيد جدا أن أطل عليكم في برنامج أخبار العالم الإسلامي. في جعبة اليوم جملة من الأخبار مصحوبة بصور قدر الإمكان، وإن شاء الله المخرجين يمكن أن يعملوا فاصل بين كل خبر وخبر. نحن نعمل على مسافات متباعدة جدا. ليتني كنت وليتهم كانوا جميعا نحن معد البرنامج ومخرجه في غرفة واحدة، فيقول لو أعمل كذا دخل كذا وهكذا، ولكن هذا جهد المقل. نحن في اتجاه والمخرج في اتجاه، وأنتم كذلك المشاهدون الكرام في اتجاهات ومناطق مختلفة من العالم. هذا لا يمنع، ونحمد الله أن سخر لنا هذه التكنولوجيا الحديثة. هذا جهدي، أنا حاولت أن أضع صورة أو خلفية لأخبار العالم الإسلامي، وإن شاء الله المخرجين برضو يساعدون في ما هو أفضل من هذا. نبدأ أيها المشاهدون الكرام بهذا الخبر الذي يقول عنوانه: افتتاح دار الخير لتحفيظ القرآن الكريم في عكار، منارة لتربية الأجيال وغرس قيم العلم والعمل الصالح. متن الخبر أقرأه عليكم إن شاء الله. يقول متن الخبر: افتتحت بلدة وادي الحور في محافظة عكار اللبنانية دار الخير لتحفيظ القرآن الكريم بحضور شخصيات رسمية وشعبية ولفيف من المشايخ والفعاليات المحلية إلى جانب الأهالي. وأوضح المنظمون أن اختيار اسم دار الخير يعكس رسالة العلم والعمل الصالح، مشيرين إلى أن الهدف هو جعل الدار منارة لتربية الأجيال وغرس قيم القرآن الكريم في نفوس الشباب. وأضافوا أن الأرض التي أقيم بها المركز أوقفت صدقة من مواطنين قائمين على المشروع، وشكروا جميع المساهمين وفاعلي الخير على دعمهم المستمر وكفالتهم للأيتام. من جانبه أكد مفتي عكار الشيخ الدكتور زيد محمد بكار زكريا قائلا إن العلم الشرعي وبناء الأجيال هو الركيزة الأساسية لتقويم المجتمع، مضيفا أن القرآن الكريم حياة وعز لنا في الدنيا والآخرة. وشدد سماحته على أن الإسلام دين رحمة لا يعرف التطرف أو الإرهاب، داعيا الأهالي إلى تشجيع أبنائهم على الانخراط في مراكز تحفيظ القرآن الكريم. واختتم مفتي عكار حديثه بالدعاء بالخير
والنصر للأمة الإسلامية، مباركا حضور الجميع ودعمهم لهذا المشروع المبارك، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تمثل صمام أمان للمجتمع وحاضنة للأجيال الصاعدة. أيها المشاهدون الكرام، كان ذلكم هو الخبر الذي تناول افتتاح دار لتحفيظ القرآن الكريم في عكار. طبعا المصدر مواقع إخبارية. هذه قناة سلام الإعلامية المباركة، منها تتابعون أيها الأحباب أخبار العالم الإسلامي. فاصل قصير ونعود إليكم في خبر آخر إن شاء الله. عدنا إليكم أيها الأحباب والعود أحمد. خبر آخر يقول: الطبعة الجديدة من كتاب الدكتور علي الصلابي، تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين. الخبر يقول عزيزي المشاهد في متنه: صدرت حديثا الطبعة الجديدة من كتاب تبصير المؤمنين بفقه النصر والتمكين في القرآن الكريم للشيخ الدكتور علي محمد الصلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي للعلماء المسلمين عن دار الأصالة اسطنبول 2025 ميلادية 1447 للهجرة النبوية الشريفة. يقول الخبر: في زمن كثرت فيه التحديات على الأمة الإسلامية، يأتي هذا الكتاب ليعيد للأمة ثقتها بربها ومنهجها، ويضع بين يدي القارئ خريطة قرآنية واضحة لسنن النصر والتمكين وشروطه ومراحله وأهدافه. مقدمة الكتاب يوضح فيه المؤلف أن التمكين ليس حلما بعيدا، بل وعدا ربانيا مشروطا بالإيمان والعمل الصالح والأخذ بالأسباب. ويؤكد أن الأمة رغم التحديات قادرة على النهوض متى ما رجعت إلى سنن الله الثابتة في التغيير. فيما يخص محاور الكتاب: أنواع التمكين في القرآن، من تبليغ الرسالة وأداء الأمانة إلى هلاك الكافرين ونصر المؤمنين، ثم إقامة الدولة وتولي الصالحين مقاليد الحكم. شروط التمكين تكمن في الإيمان الحق، العبادة الخالصة، محاربة الشرك، وتقوى الله. تحقيق التمكين يتطلب الأخذ بالأسباب المعنوية مثل إعداد الأفراد والقيادات الربانية والمادية، القوى الاقتصادية، والإعداد الإعلامي، ومراكز البحوث والتخطيط. في ختام الكتاب يربط المؤلف بين السنن الربانية والمواقع المعاصرة، مذكرا أن الأمة بأن التدرج، الصبر والابتلاء من لوازم التمكين، وأن وعد الله بالاستخلاف والتمكين باق حتى يحقق المسلمون شروطه، أو متى ما حقق المسلمون شروطه. كان ذلك خبر من أخبار العالم الإسلامي. أحبابنا الكرام، نواصل معكم سلسلة الأخبار. فاصل قصير ونعود إليكم بعد لحظات، فابقوا معنا أيها الأحباب الكرام. مشاهدينا الكرام، أسلم عليكم مرة ثانية، خروجا عن الأسلوب الذي كنا نتبعه في برنامج مع اللغة العربية. هذا برنامج يأتيكم مرة في الشهر تحت عنوان أخبار العالم الإسلامي، وأود أن ألفت عناية المشاهد الكريم أن البرنامج مستعد أن يتلقى منكم الأخبار مصحوبة ببعض الصور إن أمكن ذلك، شريطة أن تتوفر في الخبر يعني الأشياء الأساسية: الزمان والمكان والمحتوى وكيف ولماذا وهكذا، ويكون الخبر معروف
فيه مصدر موثوق إن شاء الله، فقط أن يتضمن أخبار لعالمنا الإسلامي. من جانبنا إن شاء الله سنعمل قدر المستطاع أن نتتبع وكالات الأخبار والمواقع الرسمية وغير الرسمية الموثوق بها. جملة من المواقع أنا رصدتها هنا إن شاء الله سنتابع من خلال الأخبار، ولكن هذا لا يمنع أن ندخل تطورات جديدة، ويمكن أن يتضمن البرنامج كذلك لقاء خفيف، يعني لا يتعدى زمنه 5 7 دقائق باعتبار خبر معين يعني. وإن شاء الله يعني أنا أحاول أجتهد أن أطور هذا البرنامج قدر المستطاع. نأتي الآن إلى خبر ثالث. الخبر يقول: قطر تشيع شهداء العدوان الإسرائيلي في مشهد وطني مهيب يجمع الدم القطري والفلسطيني. متن الخبر يقول: عزيزي المشاهد، شيعت دولة قطر في مراسم وطنية مهيبة شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف مكاتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في الدوحة، وأسفر عن استشهاد العريف القطري بدر الدوسري و5 فلسطينيين في اعتداء اعتبر من أخطر الانتهاكات التي طالت سيادة البلاد وأمنها. وأدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صلاة الجنازة على الشهداء في جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بمشاركة حشود غفيرة من المواطنين والمقيمين في مشهد جسد وحدة الصف الوطني ورسالة رفض حاسمة لأي مساس بأمن الدولة وثوابتها. عقب الصلاة انطلق موكب جنائز مهيب إلى مقبرة مسيمير، حيث ووريت الجثامين الثرى وسط حضور رسمي وشعبي واسع. وارتفعت الأعلام القطرية والفلسطينية جنبا إلى جنب، وتعالت الهتافات بالدعاء والتكبير في مشهد جمع بين الحزن على الفقد والفخر بتضحيات الشهداء. المقبرة عزيز المشاهد شهدت أيضا احتشاد آلاف المواطنين والمقيمين الذين لم يتمكنوا من حضور الصلاة في الجامع، فشاركوا في توديع الشهداء إلى مثواهم الأخير في تعبير جماعي عن التضامن والرفض الشعبي للعدوان. وأكد المشاركون أن دماء الشهيد القطري بدر الدوسري ورفاقه الفلسطينيين ستظل شاهدة على وحدة المصير بين الشعبين ودليلا على وحشية الاحتلال الإسرائيلي، مشددين على أن هذه التضحيات ستزيد من الإصرار على مواجهة العدوان والتمسك بعدالة القضية الفلسطينية. من جانبه وصف الدكتور علي محي الدين القرى داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وصف الحدث بأنه مشهد استثنائي يعكس مكانة الشهداء في وجدان الأمة، مشيرا إلى أن امتلاء جامع الإمام محمد بن عبد الوهاب بالمصلين عكس عمق التضامن الشعبي والرسمي. وأكد سماحته أن اختلاط الدم القطري بالدم الفلسطيني يمثل دلالات عظيمة في مواجهة هذا العدوان الغاشم، مشددا على أن الجريمة الإسرائيلية مدانة دوليا وتعكس عزلة الاحتلال وانكشاف وجهه القبيح أمام العالم. كما أشار إلى أن مكانة الشهداء في الإسلام خالدة، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، بينما القتلة وإن بدوا أحياء فهم أمواتا روحا وضميرا. المصدر الجزيرة. أيها الأحباب الكرام، لازلتم أولا نترحم على الشهداء داخل قطر الدولة الشقيقة وفي الأراضي الفلسطينية حيثما وجد الصمود والصبر والثبات، وحيثما وجد الطغاة الظالمين وهم يصبون ظلمهم على شعب بريء. نترحم على أولئك وهؤلاء. ومن نافلة الأخبار نقول أن جامعة الدول العربية
على خلفية ذلك العدوان الإسرائيلي الغاشم وانتهاك سيادة دولة قطر الشقيقة، عقد وزراء خارجية جامعة الدول اجتماعا طارئا حضروا فيه الاجتماع، وعقدت قمة عربية طارئة في الدوحة صدر عنها بيان ربما نتناوله، ولكن كان بيانا أدان فيه ذلك العدوان، وخرج ببيان ألقى فيه الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور أحمد الغيط وممثلي عدد من الدول الذين شاركوا في ذلك المؤتمر القمة الطارئة، وخرجوا ببيان عرف ببيان الدوحة يندد بسياسة الاحتلال ويؤكد مصير الأمة الإسلامية والعربية بأنه مصير واحد. سيداتي آنساتي سادتي، لا نزال معكم في هذه القناة الحرة المباركة، قناة سلام، منها تتابعون أخبار العالم الإسلامي، نرصد فيه عدد من أخبارنا في المنظومة الإسلامية. فاصل قصير كذلك وأعود إليكم بعد قليل لنتابع سلسلة الأخبار التي جمعناها لكم من هذا البرنامج. فأهلا بكم أيها الأحباب، وهذه قناة سلام الإعلامية المباركة. أكثر من 10,000 مظاهرة في المغرب نصرة لغزة ضد الإبادة الصهيونية. هذا عنوان نشرته إحدى وكالات الأنباء العالمية. يقول الخبر في فحواه: شهدت مدن المملكة المغربية تنظيم أكثر من 10,000 مظاهرة متنوعة بين وقفات ومسيرات تضامنا مع قطاع غزة الذي يتعرض للإبادة على يد الاحتلال الصهيوني منذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023، وفق ما أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة يوم الاثنين الفائت. وأوضحت الهيئة غير الحكومية في بيانها أنه وبعد انعقاد الجمعة 92 من الوقفات والتظاهرات الشعبية نصرة لغزة، شهدت المدن 9820 وقفة و660 مسيرة محلية، إلى جانب 250 ندوة ومحاضرة وطنية ومئات المحاضرات المحلية. وتشهد العديد من المدن المغربية بما في ذلك العاصمة الرباط وقفات حاشدة بشكل شبه يومي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على غزة ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية. وأشادت الهيئة بأحرار العالم الذين عبروا عن تضامنهم الإنساني مع فلسطين عبر المسيرات الشعبية والفعاليات الفنية والحقوقية، واستعدادهم للمشاركة في أسطول الصمود لكسر الحصار. ودعت الهيئة الشعوب العربية والإسلامية للقيام بواجبها التاريخي في الدفاع عن أرواح الأبرياء وصون الحقوق الوطنية الفلسطينية وحماية المسجد الأقصى المهدد بالتهويد والهدم. كما حثت المنظمة الدولي والمؤسسات الأممية على الاطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية المدنيين الفلسطينيين ومنع جرائم الإبادة وجرائم الحرب. ومنذ 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 يرتكب الاحتلال الصهيوني بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة أسفرت عن 64,522 قتيلا و163,096 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 393 فلسطيني بينهم 140 طفلا. مشاهدي الكرام، رحم الله الشهداء ورفع
الله سبحانه وتعالى بقدرته المعاناة عن هذا الشعب الصامد، شعب الجبارين الصامد، ونصرا له إن شاء الله من عند الله تعالى. أيها الأحباب الكرام، نخرج فاصل قصير جدا ونعود إليكم بعد قليل لنتابع ما تبقى لنا من الأخبار. فأهلا ومرحبا بكم مع هذه القناة الحرة، قناة سلام الإعلامية المباركة. وعدنا إليكم مشاهدي الكرام من قناتكم في أخبار العالم الإسلامي. هذا البرنامج سيأتيكم مرة كل شهر إن شاء الله. وعنوان هذا الخبر: اسطنبول تحتضن مؤتمر من أجلها نداء الغائبات دعما للمختفيات قسريا ونساء غزة. يقول متن الخبر عزيزي المشاهد: انطلقت في مدينة اسطنبول التركية يوم الأحد فعاليات مؤتمر منظمة حواء الدولية تحت شعار من أجلها نداء الغائبات، بمشاركة مؤسسات وشخصيات مؤثرة من دول عربية وإسلامية عدة، من بينها تركيا وفلسطين ومصر وسوريا والسودان وتركستان واليمن. ركز المؤتمر على قضية النساء المختفيات قسريا ودعم عائلاتهن، إلى جانب تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية القاسية التي تواجهها نساء غزة في ظل الحصار والقصف المستمر. وقالت المنظمة في بيانها إن المؤتمر يشكل منصة موحدة لجمع الأصوات المؤثرة للدفاع عن حقوق النساء وحث المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية لحمايتهن. وتضمن البرنامج شهادات وتجارب حية لنساء تعرضن للإخفاء القسري أو الاعتقال السياسي، حيث روت المشاركات معاناتهن داخل السجون وما تعرضن لهن من تعذيب نفسي وجسدي وحرمان من الحقوق الأساسية. كما ربط المؤتمر تلك التجارب بمعاناة نساء غزة اللواتي يواجهن القصف والتهجير ونقص الغذاء والدواء. وأكد المنظمون أن المؤتمر يسعى إلى بناء تحالفات عربية ودولية للضغط على الحكومات والمؤسسات العالمية لوقف الانتهاكات، إلى جانب ربط الجهود الإنسانية بالقضية الفلسطينية، خاصة ما يتعلق بحقوق النساء في التعليم والصحة والأمن الغذائي. وشدد المشاركات على ضرورة توحيد الجهود القانونية والإنسانية لحماية النساء وضمان وصول أصواتهن إلى الساحة الدولية، مع الدعوة لإنشاء آليات لمتابعة فعاليات لتنفيذ القرارات والتوصيات الخاصة بحقوق المرأة، والتأكيد على أن معاناة النساء في مناطق النزاع لا سيما في غزة يجب أن تبقى حاضرة ومسموعة على جميع المستويات. انتهى هنا هذا الخبر، وهو واحد يعني المصادر هي مصادر وكالات الأنباء. أيها السادة والسيدات، أنتم مع قناة سلام في أخبار العالم الإسلامي. لازلتم أيها الأحباب تتابعون أخبار العالم الإسلامي من قناة سلام الإعلامية المباركة. الآن نذهب إلى خبر آخر فيه تكريم الشيخ صفوت خليلوفوتش في البوسنة بجائزة حسن أفندي شكابور عن إنجازاته العلمية وخدمته للإسلام. منحت المشيخة الإسلامية ودار الإفتاء في منظمة البوسنة الوسطى، إحدى المؤسسات التابعة للمشيخة الإسلامية في البوسنة والهرسك، جائزة مؤسسة حسن أفندي شيكابور لعام 1447 هجرية 2025 ميلادية. منحت فضيلة الشيخ الدكتور صفوت أفندي خليلوفوتش وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ذلك تكريما لإنجازاته العلمية البارزة ومساهماته المتميزة في نشر الثقافة الإسلامية وخدمة الإسلام في بلاده.
وجاء منح الجائزة تزامنا مع المولد أو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث أقيم الحفل في 4 سبتمبر الجاري بمدينة تيشاني الواقعة شمال البوسنة والهرسك. وكذلك تهنئة للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. وبهذه المناسبة المباركة رفع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أسمى التهاني والتبريكات إلى فضيلة الدكتور صفوت خليليفوتش، مؤكدا أن هذا التكريم مستحق نظير جهوده العلمية والدعوية وخدمته المتواصلة للإسلام والمسلمين. أحبابنا الكرام، هذه قناة سلام، ومنها تتابعون جملة من الأخبار في عالمنا الإسلامي. عنوان الخبر يقول: المجلس الإسلامي بإثيوبيا يمتدح الانتخابات ويعتبرها لحظة تاريخية. طبعا هذه ليست انتخابات الأحزاب وغير ذلك عزيزي المشاهد، لكنها انتخابات من نوع آخر. وصف المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا الانتخابات الأخيرة بأنها محطة تاريخية وتحول نوعي جديد في مسيرة المسلمين بالبلاد، بعد أن جرت للمرة الأولى منذ تأسيس المجلس قبل 50 عاما وبشكل حر وشفاف. وأكد رئيس المجلس المنتخب الشيخ الحاج إبراهيم توفى خلال حفل التنصيب أن هذه الانتخابات تمثل يوما تاريخيا يفتح آفاقا جديدة للعمل المؤسسي، مشددا على أن انتخابات المجلس تشكل أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وأضاف سماحته: رغم ضخامة التحديات التي تنتظرنا، فإنني واثق أننا قادرون على تجاوزها بتوفيق الله وبوحدتنا وتكاتفنا. وأوضح الشيخ توفى أن الرؤية المستقبلية للمجلس تستند إلى خطة استراتيجية شاملة تتناول مجالات الإدارة والتعليم والثقافة وحقوق الإنسان والتنمية، وتضع في أولوياتها حل النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي وتطوير الحوار مع مكونات المجتمع الإثيوبي كافة، إضافة إلى تمكين الشباب والنساء وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء الوطن. رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بإثيوبيا الشيخ الحاج توفى قال للجزيرة: كما أشار إلى خطط لتأسيس مؤسسات تعليمية تجمع بين العلوم الشرعية والحديثة، وإنشاء مراكز لدراسات القرآن الكريم والحديث، وتنظيم مسابقات وطنية، إلى جانب تحقيق الاكتفاء المالي عبر تفعيل الزكاة والأوقاف والمشاريع التنموية. في هذا السياق لفت رئيس المجلس المنتخب إلى أنهم سيواصلون تنفيذ مشاريعهم الكبرى، منها مشروع مركز النجاشي بكلفة تبلغ 5 مليارات بر، ما يعادل 35 مليون دولار، ورفع ميزانية المجلس إلى 24 مليار بر، حوالي 168 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الخمس المقبلة. كما شدد سماحته على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والدينية وترسيخ قيم التعايش السلمي بين الأديان والمذاهب، ودعم مكانة المرأة وحماية الشباب من الأفكار المتطرفة. نتمنى لهذا المجلس أن يحقق أمانيه ويوفقون فيما يصبو إليه هذا المجلس تحت إشراف سماحة الشيخ توفى. هذه قناة سلام أيها الأحباب، ومنها تتابعون أخبار العالم الإسلامي، فكونوا معنا مشاهدين الكرام. نصل الآن عزيزي المشاهد إلى الخبر الأخير. الخبر الأخير يقول أيها الأحباب الكرام: برعاية دولة رئيس الوزراء في مملكة ماليزيا
السيد أنور إبراهيم، اختتم معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في العاصمة الماليزية كوالالمبور، اختتم أعمال الملتقى العالمي للتصديق على الإجازات القرآنية وتكريم قراء دول آسيان بحضور الوزير برئاسة الوزراء الماليزية مسؤول الملف الديني في المملكة معالي السيناتور الدكتور داتو سيري محمد نعيم بن محمد مختار، ومعالي إمام وخطيب المسجد الحرام رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، في سياق حضور معاليه لملتقى الفقهاء الأول وعدد من كبار علماء دول آسيا، وبمشاركة نخبة من العلماء والمتخصصين في علوم القرآن الكريم والإقراء، والآلاف من الحفاظ والحافظات للقرآن الكريم من دول جنوب شرق آسيا. هدف الملتقى الأول كما نشر في الأخبار وهو الأول من نوعه، والذي جاء في سياق الجهود العالمية للرابطة في خدمة القرآن الكريم إلى دراسة بعض الفوات في تحقيق بعض الإجازات القرآنية ومعالجة عدد من حالات المنح لغير المتقنين والضابطين، حيث تتضح الثغرات في هذا فور قراءتهم المعلنة. جاء ذلك على إثر ضعف حوكمة بعض الإجازات، كما يهدف الملتقى إلى تحقيق التعاون والتكامل بين المؤسسات والمراكز المتخصصة في مراجعة الإجازات والتصديق وتبادل الخبرات فيما بينهم. برعاية دولة رئيس الوزراء في مملكة ماليزيا اختتمت تلك الفعاليات كما أشرنا أيها المشاهدون الكرام. نواصل معكم ولدينا خبر أخير إن شاء الله، وهو إن شاء الله سنأتيكم به بعد قليل، فابقوا معنا مشاهدين الأحباب وأنتم تتابعون هذه الأخبار من عالمنا الإسلامي. قناة سلام الإعلامية المباركة أيها الأحباب تحاول أن تجدد في أفكارها وبرامجها، ونتمنى إن شاء الله أن نوفق في ذلك. فقط نحتاج منكم المتابعة وكذلك التعليقات والإفادة بما ترونه مهم للغاية أيها المشاهدون الكرام. لحظات ونعود إليكم عبر هذه القناة في برنامج أخبار العالم الإسلامي. أيها الأحباب الكرام، هذا سيكون الخبر الأخير في أخبار العالم الإسلامي لهذا الأسبوع، فنذهب. عنوان الخبر يقول: الإمام الأكبر ينيب وكيل الأزهر للمشاركة في قمة زعماء الأديان بكازاخستان. متن الخبر يقول: أناب الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين معالي الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر للمشاركة في افتتاح القمة الثانية لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي يستضيفها مركز حوار الأديان بالعاصمة الكازاخية أستانا برئاسة الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان. ويترأس البروف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر وفد الأزهر رفيع المستوى، حيث يضم الوفد الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، والسفير عبد الرحمن موسى مستشار شيخ الأزهر للعلاقات الخارجية، والأستاذ الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الدراسات العليا، والأستاذ الدكتور محمد الجنيدي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية. وتأتي مشاركة الأزهر الشريف بناء على دعوة رسمية من الرئيس قاسم جومارت توكاييف إلى الإمام الأكبر لزيارة كازاخستان والمشاركة في افتتاح القمة الثامنة لزعماء الأديان العالمية والتقليدية التي
شهدت في نسختها السابقة 2022 حضورا تاريخيا مشتركا من الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب وقداسة البابا فرانسيس. ويعد مركز كازاخستان لزعماء الأديان العالمية والتقليدية حدثا دوليا يعقد بانتظام في العاصمة الكازاخية أستانا، بهدف تعزيز الحوار بين القادة الدينيين لمواجهة التحديات الاجتماعية والثقافية والدينية، ويتضمن مشاركة ممثلين عن الأديان، كما يتضمن بالإضافة إلى النقاشات الرسمية أنشطة رمزية تعكس قيم السلام والتعايش. أيها الأحباب الكرام، هذه قناة السلام الإعلامية المباركة. هكذا أيها الأحباب أطوي معكم الأخبار، أخبار العالم الإسلامي، وأرجو أن تكونوا يعني تابعتموها بشيء فيه التجديد إن شاء الله، وكذلك يعني تحصلتم على معلومات تهمكم كمسلمين وتهمنا نحن والمشاهد الكريم. ويقول الحق سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإن شاء الله سنبذل قصارى جهدنا في أن نتابع الأخبار. هذه أولى حلقات هذا البرنامج، أخبار العالم الإسلامي، وإن شاء الله ألتقيكم في حلقة مماثلة مرة في الشهر، ولكن برنامج مع اللغة العربية مستمر إن شاء الله بثوب وشكل نحاول أن نطور فيه قدر المستطاع. أختم بقوله تعالى كما كنا نبدأ ونختم بها. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. صدق الله العظيم. ويقول الشاعر العربي: الحي حي من حياة لسانه، فإذا أبيد من اللسان أبيدا. كنت معكم في برنامج أخبار العالم الإسلامي، محدثكم معد الأخبار ومقدمة أحمد شريف. تحياتي زملائي والمشرفين وشيوخنا الكرام الأجلاء وكذلك الإداريين، لكم منا جميعا كل الأمنيات الطيبات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.